انت قبل ما ابدا الفيديو انا عايز اقول لك كلمه. ايوه انت اتاكد قبل ما تبدا الفيديو انك مشترك معايا في القناه، عشان طبعا انا صارف ومكلف. انا جايب اكتر من نوع سكرين النهارده، غير كده انا صارف اضاءه، استوديو، مكتب. فانا صارف ومكلف. طبعا انا عايزك تكمل الفيديو للاخر عشان في مسابقه في اخر الفيديو، واللي هيجاوب صح ليه هديه مني جراب وسكرينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده انا جايب لك الخلاصه، جايب لك الزتونه في موضوع الاسكرينات. جميع انواع الاسكرينات هعرفك اسعارها وهعرفك ميزه كل واحده. طبعا دي مش مقارنه عشان ما تقارنش سكرينه بسكرينه، لان كل واحده فيها ميزتها وكل واحده فيها عيب. فانا جاي اعرفك ميزه كل واحده وسعر كل واحده، وانت على حسب استعمالك واستخدامك بتختار الانسب ليك. فخلونا نبدا. اول سكرينه معانا النهارده السكرينه 9 اتش. السكرينه دي مصنوعه من الجيلاتين كلها. ايه مميزاتها؟ السكرينه دي بتيجي من غير حواف سودا من الجناب، شفافه كلها، وكمان جيلاتين ما بتتكسرش وضد البصمه، يعني ما بتعلمش مكان صوابعك او مكان عرق ايدك. فدي جميله جدا للناس اللي بتستعمل الموبايل كتير، زي انها بتلعب ببجي مثلا. سعرها بيتراوح من 10 ل 15، بس قليل لما تلاقيها اليومين دول. تاني سكرينه وهي شبه ال9 اتش برضو، يعتبر الاصدار الاحدث بتاعها، سكرين السيراميك. جيلاتين برضو زي التانية، بس دي بتيجي بحواف سودا من الجناب مش شفاف، فبتبقى كامله على الشاشه. التانية بتيجي من غير حواف سودا بس مش كامله على الشاشه. دي برضو ضد البصمه، ما بتعلمش مكان صوابعك برضو، وحلوه برضو للعب ببجي وكده، وللناس اللي ايديها بتعرق كتير. وسعرها بيتراوح من 15 ل 20. فطبعا السكرينات دي مميزاتها زي ما احنا قلنا ان هي ضد البصمه وجيلاتين ما بتتكسر، يعني تعيش معاك مده اطول. بس لو هنتكلم مثلا على مشكله فيها ان هي مش حمايه كامله للشاشه، يعني لا قدر الله لو موبايلك وقع ما تضمنوش السكرينه مش هيحصل لها حاجه لانها جيلاتين كده كده، انما الشاشه ممكن تتكسر. فانت برضو على حسب استخدامك. في ناس استخدامها بسيط، في نفس الوقت بتحب تلعب مثلا، بتحب مثلا سكرينه ما تتكسرش، بيحب مثلا سكرينه ما تعلمش مكان صوابعه، فدي برضو اختيار مناسب. تالت سكرينه معانا ال21 دي. السكرينه دي بتنزل بمسميات كتير، 21 دي، 9 دي، 5 دي، كلهم سكرينه واحده. السكرينه دي مصنوعه كلها من الازاز، وبتيجي بحواف سودا وكامله على الشاشه. لزقها ممتاز جدا، وفي رؤيه الشاشه واضحه جدا. طبعا انا نسيت اقول لك نقطه، السكرينه الازاز بتبقى شفافه، فبتبقى الوان الشاشه اوضح وانقى. انما السكرينات اللي شبه السيراميك او اللي ضد البصمه بتبقى مغمقه الشاشه، فبالتالي الالوان ما بتكونش واضحه. والسكرينه ال21 دي سعرها بيتراوح من 20 ل 25. رابع سكرينه معانا هنا اشهر سكرينه تعتبر في مصر حاليا، الاتش دي بلس. الاتش دي بلس يعتبر اصدار اعلى من ال21 دي. في ايه؟ في قوه اللزق بتاعها احسن، في الملمس احسن وانعم، في تحملها للصدمات احسن، يعني ما تتكسرش بسرعه زي دي، يعني دي تستحمل معاك اكتر شويه. والاتش دي بلس سعرها بيتراوح من 25 ل 30. طبعا انا ماشي معاك بالترتيب من الفئه الارخص للاعلى، وطبعا زي ما انا قلت لك كل واحده ليها مميزاتها وليها عيوب. خامس سكرينه معانا النهارده الباندا. طبعا الباندا انا عملت لها فيديو قبل كده واتكلمت عن مميزاتها. السكرينه بتيجي في باكت شيك جدا، حاجه كده فخامه شويه. السكرينه الباندا ازاز، ملمسها ناعم، شفافه، كامله على الشاشه، لزقها سريع جدا، طلقه، يعني لما تيجي تركبها مش هتتعبك ولا حتى هتاخد معاك فراغات او هواء او تراب. تاني حاجه بتتحمل الصدمات اكتر من اي سكرينه ازاز قلتها في الاول. ليه؟ لانها مرنه، ازاز بس مرن، بيستحمل معاك احسن واكتر. السكرينه الباندا سعرها بيتراوح من 30 ل 35. في برضو اللي شبه الباندا سكرينتين اسمهم هامر، نفس برضو براند السكرينه الباندا، ودول برضو السكرينات الهامر نفس البراند اللي هو OIO، بيجوا على باكت شياكه. دي الهامر الخضراء، ودي الهامر بلاك الاصدار الاحدث من الخضراء. الاتنين ازاز، شاشه كامله، لزقهم كويس جدا. لو محتاج سكرينه ازاز في الفئه المتوسطه انصحك بدول، سواء الهامر بلاك او الهامر الخضراء او الباندا. سعرهم من 30 ل 35، يعتبر برضو اختيار كويس وسعر مناسب في المتوسط، وهتاخد حمايه كامله لشاشه موبايلك. نعلى بالليفل شويه، سكرينه انا ما طلعتش اتكلمت عليها قبل كده فانا ظلمتها حرفيا. السكرينه فول جلو، يعتبر احدث سكرينه موجوده في السوق حاليا، اسمها فول جلو، برضو براند OIO بتاع الهامر. البراند ده نضيف جدا. السكرينه بتيجي على باكت، كل سكرينه في باكت وبيجي معاها مناديل التركيب، ودي شكل السكرينه. طبعا السكرينه شفافه ومصنوعه بماده الفول جلو، دي ماده لزق السكرينه نفسها عشان ما تلمش معاك تراب وانت بتركبها، وفي نفس الوقت عشان تلزق في الشاشه كويس. وطبعا مقاومه للصدمات، السكرينه مرنه، ازاز بس مرن، مقاومه للصدمات. يعني انا ممكن اجربها اهو، بص هي ازاز، انت متخيل السكرينه ازاز بتنيها كل التانية دي وما اتكسرتش؟ انت متخيل؟ ده كله ما اتكسرت، ده كله
السكرين لسه ما اتكسرت، تحسها جيلاتين في نفسها بس هي ازاز. فدي ميزه، السكرينه اللي تتني معاك بالشكل ده وفي نفس الوقت مصنوع من الازاز، دي حمايه، وفي نفس الوقت السكرينه ما تتكسرش معاك بسرعه، فدي حمايه للشاشه. بص انا هتنيها قد ايه يعني شويه وهطبقها على بعض والسكرينه لسه ما اتكسرتش. فطبعا انصحك بالسكرينه دي جدا، من انضف السكرينات اللي يعتبر موجوده حاليا، وسعرها مش غالي، من 40 ل 45. نخش بقى على محبوبه الجماهير، السكرينه الغوريلا. طبعا احنا قلنا ان السكرينه الغوريلا من مميزاتها ان هي بتيجي بحواف سيليكون من الجناب بارزه عن الجهاز نفسه، واتكلمت في فيديو اللي قبل ده بالظبط عن مميزاتها وعيوبها وازاي تفرق بين الاصليه والكوبي. انا قلت لك ان الكوبي الحواف السيليكون دي بتتخلع وفي نفس الوقت بتاخد هوا من عند الحواف السوداء دي، انما الاصليه ما بتاخدش هوا، بتلزق كويس، حمايه للشاشه، والحواف السيليكون البارزه دي ما بتتشالش. السكرين الغوريلا سعرها بيتراوح من 40 ل 45 برضه، فطبعا برضه هي اختيار مناسب، ازاز وحاميه لك الشاشه وفي نفس الوقت بحواف سيليكون بارزه عشان لما الموبايل يقع على حواف السيليكون البارزه، ما يقعش على السكرين نفسها وتتكسر. انا تعبت خلي بالكم فانت اقدروا ان انا بتعب والله، بس خلينا نكمل الله المستعان. جايب لكم برضو سكرينه شبه الغوريلا اسمها ويفا، عليها رسمه باندا من بره. السكرينه دي محترمه جدا جدا، تعتبر نفس خامه السكرينه الغوريلا بس اعلى شويه. اعلى في ايه؟ هي وحواف بارزه برضو، هي بحواف بارزه برضو سيليكون تمام، بس حواف البارزه بتاعتها اعلى في السمك، اعلى، والسكرينه نفسها مرنه ما تكسرش بسرعه، وسمك السكرينه اعلى شويه من الغوريلا، يعتبر هي نفس الغوريلا بس ضافوا لها شويه مميزات زياده، علوا البروز مثلا، والسكرينه مثلا سمكها اتخن. طبعا انا مش هتكلم عن اللزق، لزقها جميل جدا. السكرينه الويفا دي سعرها مثلا بيتراوح من 40 ل 45. معانا برضو سكرينه جديده اسمها اس دي، سكرينه اس دي مرسوم عليها رسمه اسد من قدام. السكرينه دي ملمسها ناعم جدا، يعني لو انت بتلعب ببجي بتستخدم الموبايل كتير بتعرق هتستحمل معاك. طبعا لزقها ممتاز جدا، والرؤيه بتاعتها اوضح، هتحس بشاشه موبايلك الطبيعيه بنفس الالوان. السكرينه الاس دي سعرها بيتراوح من 40 ل 45. دي برضو نفس السكرينه الاس دي اللي انا لسه متكلم عنها، بس هي على باكت تاني. التانية كان باكت بيجي 25 سكرينه، لا ده باكت بيجي سكرينه واحده في الباكت، نفس السكرينه برضو ونفس السعر يعتبر. السكرينه حبيبه مصر كلها وحبيبتي انا شخصيا، السكرينه الغزاله. بس قبل ما تشتريها اتاكد ان الغزاله رايقه انا اسف. ابو تقل دم امك. السكرين الغزاله يعتبر من انضف الانواع السكرينات اللي موجوده في السوق دلوقتي عن تجربه شخصيه. السكرينه بتيجي عليها رسمه الغزاله من قدام، لونها رصاصي شبه دي، بتبقى كامله على الشاشه، ملمسها ناعم جدا، رؤيتها واضحه وبتستحمل معاك. يعني سكرينه مهما تتني فيها او تحاول تكسرها مش هتكسرها، لان السكرينه بتستحمل. السكرينه عارفه هي سكه ودغري، يعني ممكن انا يعني لما باجي حتى احاول ان انا اكسرها انا بتعب، انا شخصيا بتعب. طبعا السكرينه الغزاله انا حتى كمان اتكلمت في فيديو قبل كده موضح فيها مميزاتها، وعامل فيديو كمان للمرونه بتاعتها، وعامل فيديو للصدمات، فانت ممكن برضو تخش على القناه وتتفرج عليه. وبيجي معاها سكرينه ظهر، سكرينه ظهر شفافه عشان تحمي ظهر موبايلك من الخربشه، جيلاتين. طبعا انت مش هتقول لي يعني مثلا ينفع اركب سكرينه وش وظهر وامشي بالموبايل كده، لا لازم جراب، لان سكرينه الظهر دي مش حاميه الظهر، هي بتحميه ضد الخربشه بس مش اكتر، انما مش حاميه. افرض ظهر موبايلك ازاز فالموضوع ده مش هينفع، لان زي ما احنا اتفقنا ان السكرينه الجيلاتين مش هتحمي لك ضد الكسر. السكرينه برضو كنت اتكلمت عليها في فيديو قبل كده، سكرينه اي موبيل. السكرينه الاي موبيل دي سعرها عامل 50، بتيجي في باكت اصفر زي كده عليه رسمه اسد. السكرينه دي فيها ميزتين، واخده من الغوريلا وواخده من سكرينه الفلتر، يعني فيها فلتر للسماعه عشان ما يدخلش كل شويه تراب جوه فتحه السماعه الاماميه، وفيها حواف بارزه سيليكون. خلونا برضه نفتحها مع بعض. بتيجي بفلتر سماعه زي كده عشان تحميه من التراب السماعه الاماميه، وبتيجي بحواف بارزه سيليكون شبه اللي في الغوريلا، فهي واخده ميزتين، عندك فلتر للسماعه وعندك حواف سيليكون بارزه، فبصراحه برضه تعتبر من الاختيارات الكويسه في السكرينات. وكمان بيجي معاها سكرينه ظهر، يعني 2 في 1، سكرينه ظهر جيلاتين برضه عشان تحمي ظهر موبايلك من الخربشه.
السكرينتين دول سكرينات فلتر، سكرينه كامله على الشاشه بحواف سودا شفافه وازاز، بس بتيجي بفلتر للسماعه. زي ما انا قلت لك برضو في السكرينه اللي قبل دي سكرينه بتيجي بفلتر للسماعه عشان تحمي لك فلتر السماعه. سعرهم برضو عامل 50 جنيه. اخر سكرينه معانا السكرينه الفاميه. السكرينه الفاميه دي سعرها عامل 50 جنيه. ايه بقى مميزات السكرينه دي؟ السكرينه دي بتيجي مميزات دونا عن السكرينات التانية. هي برضو مصنوعه من الازاز وكامله على الشاشه، بس فيها ميزه اضافيه. لو انت ماسك موبايلك في حد جنبك، قاعد في مواصلات، قاعد في مكان عام، بتعمل حاجه كده ولا كده لا سمح الله يعني، السكرينه دي حاميه خصوصياتك كلها حرفيا. السكرينه دي طول ما انت باصص ليها من قدام يعني بزاويه قايمه هتفضل شايف الموبايل، شايف كل حاجه في الموبايل عادي، بس مسافه ما بتميل سنه بتلاقي الشاشه كلها بقت سودة. طبعا وانت ماسك الموبايل لو حد قاعد جنبك مش هيشوف انت بتعمل ايه اطلاقا. فدي الميزه اللي في السكرينه دي، اسمها سكرينه فامي، بحيث ان اللي جنبك او اللي حواليك ما يشوفكش انت بتعمل ايه. طول ما انت ماسك الموبايل انت بس اللي شايف. وزي ما انا قلت لك السكرينه دي عامله 50، بتيجي على باكت، تعتبر برضو من السكرينات الكويسه. انا كده يعتبر لخصت لك جميع انواع السكرينات، كل واحده ايه مميزاتها وكل واحده سعرها ايه. وفي نفس الوقت انت لما تيجي تختار على حسب استخدامك. يعني مثلا لو السكرين الفاميه انت لو محتاج للموضوع ده ان محدش يشوف انت بتعمل ايه او كده، تمام اشتريها. كذلك برضو السكرين الفلتر، كذلك برضو السكرين الغوريلا اللي بحواف بارزه. فانت على حسب استخدامك وعلى حسب انت محتاج ايه اكتر بتشتري. انما ما ينفعش تقارنهم، لان كل واحده فيها ميزه عن التانيه، وكل واحده سعرها مختلف برضه عن التانيه. فجميع السكرينات اللي انا قلتها لك دي متوفره عندنا في محل جرابو سكرينه، وتقدر تكلمني في اي وقت، وبرضه هسيب لك رقمي في الوصف تحت. فالمهم انا تعبت النهارده وجبت لكم سكرينات كتير واتكلمت كتير، فبالله عليك ما تكسل. الموضوع مش هياخد معاك سنه، هو تعمل لايك وكومنت لو عايز تسالني على اي حاجه، وتشترك في القناه، بس كده. موضوع سهل وبسيط. مع السلامه. بالنسبه للمسابقه فدي سكرينه، اللي هيعرف موديل السكرينه دي ايه يكتب لي في كومنت وهيكسب معايا جرابو سكرين.